متوسط ميدان المنتخب المغربي أطلق تصريحات أزعجت كثيرا المصريين. قال فيها: منتخب مصر الذي فاز ب7 كؤوس إفريقية لا يقدم كرة قدم جميلة، وإنما يحسن فقط إدارة المباريات. يمكنه أن يسجل عليك هدف ثم يسقط لاعب يمينا ولاعب شمالا لتنتهي المباراة بفوز مصر هدف مقابل 0. طبعا رد عليه مصطفى محمد صاحب الهدف الأول اليوم، وقال له يعني قال له يعني العب بطريقة مصر وفوز ب7 كؤوس إفريقية. ثم تحدث عن هذا الأمر. سأعود إليك أمير، أريد أن أسمع رأي جزيري بلال لأنك واجهت المنتخب المصري في كثير من المرات خلال مسيرتك الكروية. هذه جو سي با كيفاش هضر أناحي، يعني خرج من الموضوع كاع يقول. لكن هل هذه حقيقة بلال؟ لا والله أنا شفت الفريق المصري يعني 2006 2008 2010 وين خداو 3 كؤوس 3 كوب دافريك كونسيكوتيف. شفت يعني ما نشوفش انا اللاعب يطيح ولا ما يعرف ويسجل عليك ويطيح، ولا تجبد لي فينال كاع لي 3 فينال يعني ابار تاع 2006 وين فازوا ضربات الترجيح يعني مع فريق الايفواري. اما 2008 و 2006 نشوفوا الحضاري يدير جول ولا يكون فايز ولا يطيح الحضاري يدخل الميتسا، ولا هذه يعني مفروغ منها. محمد، أعتقد أن أناحي تحمس أكثر من اللازم في هذا التصريح. على كل حال نحن نحترم رأيه، ولكن الواقع والميدان يقول شيء آخر تماما. كنا شاهدين على تتويج المنتخب المصري بجيله الذهبي الذي يقوده أبو تريكة بثلاثية تاريخية متتالية حتى في الأراضي الإفريقية في القارة السمراء، في قلب القارة السمراء. عاد يعني في اعتقادك منتخب مصر يقدم كرة جميلة؟ نعم، كان يفوز بالأداء والنتيجة. أعطيني منتخب واحد في القارة الإفريقية يلعب كرة قدم مثل المنتخب المصري، ولا منتخب. المنتخب المصري هو صاحب أجمل كرة قدم في القارة السمراء. من الناحية الفنية أو من أي ناحية؟ من كل ناحية محمد. طريقة لعبه أكاديمية جميلة جدا، طريقة الخروج بالكرة. أنا لا أوافقك الرأي يا أمين. في المجمل منتخب المصري صحيح منتخب محترم جدا، يعرف يفوز بالألقاب، منتخب محترم جدا، وكان عنده الجيل الذهبي اللي قدم منا كرة قدم خارقة. خسر مع البرازيل 4-3 وتعادل مع إيطاليا وأحرج منتخبات كبيرة. لكن في افريقيا يا امين من الناحيه الجماليه اتحدث، ربما المنتخب المصري هو المنتخب الاكثر واقعيه. يعني ممكن باداء سيء يفوز عليك ممكن، لكن من الناحيه قال يحب الاداء الجمالي راه السيرك. نعم. اليوم مصر عندهم 6 كوب دافريك. المنتخب المغربي نهائياته عدد نهائيات التي خسرتها مصر. لعب 3 فينال الله اعلم. المنتخبات العربيه كلها خسرت بلوس دو 3 فينال. ميدو المنتخبات العربيه الافريقيه كلها فازت 5 مرات في كاس افريقيا. الجزائر مرتين، المغرب مرة، تونس مرة، السودان مرة، بينما مصر وحدها فازت 7. لا عيب. اسمح لي نحن لا نتحدث ولا ننتقص من قيمة المنتخب المصري، ولكن لما يقول لك أمين بأنه هو المنتخب الأفضل الذي يطبق كرة قدم جميلة في أفريقيا، نقول له لا. المنتخب الجزائري يطبق كرة أجمل من المنتخب المصري، المنتخب المغربي يطبق كرة أجمل من المنتخب المصري، المنتخب السنغالي أفضل من المنتخب المصري، نيجيريا أيضا في عز سنوات التسعينات كانت تطبق كرة جميلة. لكن الكاميرون ايضا لكن المنتخب المصري ربما هو الاكثر واقعيه، يعني باداء متوسط يفوز عليك وعنده خبره كبيره. الواقعي والمنتخب التونسي. المنتخب المصري محمد يفوز بالاداء والنتيجه. اي واقعيه المنتخب التونسي؟ المنتخب المصري التونسي لي واقعي. المنتخب التونسي دائما يتاهل بشق الانفس مثل المنتخب الايطالي وايطاليا تونس ايطاليا. المنتخب إيطاليا إفريقيا يتأهل دائما بأداء سيء. محمد المهم يحقق الفوز ويتأهل. هل هناك واقعية أكثر من هذا؟ هذه تبقى آراء محمد. المنتخب المصري أداؤه جميل جدا تقريبا في كل المباريات التي واجهنا فيها المنتخب المصري كان يتفوق علينا. أي أداء شاهدنا في النسخة الماضية؟ ما تحكمش على نسخة واحدة فقط محمد. معليش، لا ما تحكمش على نسخة. نحن نتحدث عن النسخة الماضية. المدرب كارلوس كيروش يقول لهم ما عنده لا خطة لا نهج لا استراتيجية لا أي شيء. يقول لهم اعطوا الكرة لصلاح وصلاح سيجد الحلول إن شاء الله. ماشي صلاح وحده اللي لحق المنتخب المصري، هذا كلام شعبوي لا أساس له من الصحة. هذا تنجب لربح تحمس شوية كما أناحي. أناحي كان عليه أن يتذكر مع احترام المغرب واحترام المنتخب المغربي
هل شاهدنا كرة قدم جميلة من المغرب حين وصل إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر؟ أبدا. كانت كرة قدم واقعية تعتمد على التكتل في الخلف ثم الانطلاق في الهجمات المعاكسة. لم نشاهد أي كرة قدم. يبقى إنجازا تاريخيا ترفع له القبعة، ولكن من حيث الأداء لا أداء يذكر للمنتخب المغربي. لعب حسب إمكانياته، حسب إمكانياته. لا يمكنك أن تسيطر على إسبانيا أمين في كأس العالم. محمد شوف، أنا باش نقول لك كنت شاهدا على كل ألقاب المنتخب المصري أكذب، ولكن على الأقل كنت شاهدا على 3 ألقاب متتالية. نعم. أذكر جيدا أن المنتخب المصري كان الأحسن سواء في الأداء أو في النتيجة، وكان يفوز ويتأهل ويتوج بالأداء وبالنتيجة. نعم. تفضل ما مزروع. نعم، نهضروا على الواقع. لا امين اللي معاه اللي موافقه الراي تاع 2006 2008 2010. هذه ما كانش جيل في افريقيا يا محمد، احسن جيل في افريقيا. ولكن نهضروا الواقع اكثر مدروك المنتخب المصري راه يفوز اداء ماشي في المستوى، هذا هو المشكل. نعم. بلال زيري، اليوم المنتخب المصري لم يظهر بوجه طيب. انتقادات لمحمد صلاح رغم انه سجل هدف تعادل من ركله جزاء، لكن المصريون كانوا ينتظرون منه اكثر. كاين زوج وجوه اللي بان فيهم الفريق المصري. الشوط الاول كان ينجم يحسم المقابله في الشوط الاول، يعني كان متفوق هدف لصفر وضيع كثير كرات وضيع اهداف كثيره، يعني دار الشوط الاول في القمه. الشوط الثاني دخل هو حاسب باللي كيف الشوط الاول، يعني الشوط الثاني كيف فوتوكوبي كيما الشوط الاول. الفريق الموزمبيقي دخل بعزيمه ينجم يسجل، يعني سورتو ليغاليزاسيون لي بيرتوربا شويه ليكيب تاع ليجيبت. زيد ابري 55 58 ابري 3 مينيت يزيد يماركي لك الدوزيام بيت. تم الفريق المصري دخل في التسرع ولا يضيع كرات كثيره. حب يعدل النتيجه يعني في اقرب وقت، والوقت هو يمشي هو يعني ما الى كونفوندي اونتر بريسيبيتاسيون الاخر، وين ضيع كرات نقول سهله ضيعها وقعد حتى من هو المستفيد الاول من تعثر مصر اليوم؟ من؟ لا الراس الاخضر وين؟ لا من؟ كلوب هو المستفيد الاول من تعثر. كلوب سائل اليوم بتعادل المنتخب المصري. لما تشوف الهدف الثاني بلا الدوزيام كليون كيساوه مصر، عيب في هذا لو نيفو انك تونكيسي بهذيك لا فاسون. تشوف هذاك وسط الميدان رقم 24 عبد المؤمن، الكره كيفاش مرت قدامه، شغل ني با كونسيرني بالماتش. عرفت مشات بعدها كيفاش اللقطه طالب الكره في المحور، كيفاش راح في محور الدفاع منتخب واسمه مصر. شويه سا دون ريفليشير لونترينور. وبلال كاينه حاجه واحده اخرى ايضا، المباراه المقبله المدرب لوي فيتوريا اكيد سيلجا الى بعض التغييرات خاصه في الخط الخلفي، لان فيه لاعبين ما لعبوش يستاهلوا يكونوا في التشكيله الاساسيه. خلينا في مباراه اليوم وتالق المنتخب الموزمبيقي، لا يجب ان نبخسه سوى حقه. المنتخب الموزمبيقي بلال منتخب محترم جدا. والله شفنا، يعني احنا لعبنا معهم كاليفيكاسيون لا كوب دي موند. شفنا الشوط الاول يعني الفريق الموزمبيقي مع الفريق الجزائري ادى الشوط في القمه. اليوم الشوط الاول ما كانش في القمه الفريق الموزمبيقي، وكان يدافع الى ريسبكتي ترو ليكيب تاع ليجيبت. وين كان يدافع ليجيبت كشدوا بزاف البالون يتو منا، وين ضيعوا اهداف. الشوط الثاني دخل بعزيمه نجم يعدل النتيجه، وكان متفوق 2-1 حتى الدقيقه يعني 90-3 وين ضربه جزاء سجلها صالح. مي اليوم نقول باللي الفريق الموزمبيقي ادى مستوى لا باس به سيرتو في الشوط الثاني. تشوف الفريق المصري كما قال بلال عنده ازمه لاعبين محمد. كي تشوف النني يلعب اساسي تعرف باللي كاين مشكل في وسط الميدان. النني راه عنده مالك سنتين ما لعبش في ارسنال. وهذه اللي جيت نقول له الميدو، اللقطه تاع الهدف لا يتحملها الدفاع فقط. شوف كيفاش طلعت الكره وسط الميدان. عبد المؤمن نيميرو 24 فغوفار لاكسيون. راه شوفوا اللقطه كيفاش مرت عليه الكره في وسط الميدان. شتي تكون توريست جاي تمشي تي با كونسيرني. لا عبد المؤمن الميليو تيران نيميرو 24 لما تكون انت تمشي ما تشوف بالون قدامك، تكون تمشي تشوف بالون جاي قدامك تيريه بار هكذا بلانستان
ماكش تلعب ماتش. لا حتى الكره كيفاش مرت عليه وخلاها تفوت بهذاك لو راني معك بصح بعدها ميدو سامحني لا فيتاس تاع لو جو باسكو انت ضرب في الدياغونال تراسي لا لين خلاص. il a pris le joueur de la vitesse تاعو دا البالون خلاص كان ينجم يدير عليه مخالفه ينجم يدي كارت حمراء. امين محمد صلاح اسمح لي محمد صلاح يصبح اول لاعب مصري يسجل لمنتخب مصر في 4 نسخ متتاليه بنهايات كاس افريقيا. البعض رغم ادائه المخيب اليوم سماه المنقذ لأنه أنقذ منتخب مصر في نهاية نعم واحد من أفضل المهاجمين في العالم. صلاح وجوده فقط على أرضية الميدان نعم. هو نقطة قوة كبيرة للمنتخب المصري. أنا معاك يلعب هو يلعب اليوم لعب ما لعبش ما شفناش محمد صلاح ليفربول صح لعب. خليني نكمل برك بيلا لازم يوقف. لا بيلا فهمني بيلا. شوف لاعبو المنتخب الموزمبيق حين يشاهدون محمد صلاح فقط فوق أرضية الميدان هذه ضربة نفسية للدفاع ويأثر كثيرا على أي. كيفاش ضربة نفسية؟ شوف محمد صلاح لاعبو الموزمبيق جاءوا لأخذ صور تذكارية مع صلاح وللفوز بالمباراة. لاعبون من طينة محمد صلاح أسطورة لاعبون من طينة محمد صلاح يحدثون حالة طوارئ في أي منتخب وفي أي نادي. لذلك تركيز مدرب منتخب موزمبيق ولاعبي منتخب موزمبيق الأكبر سيكون على محمد صلاح لأنهم يعرفون أنه مكمن الخطر الأكبر في المنتخب المصري. لذلك نفسيا يأثر كثيرا تواجد محمد صلاح على أي منتخب يواجهه المنتخب المصري. الآن محمد صلاح هذه المباراة الأولى ربما لا زال لم يدخل جيدا في أجواء المنافسة. أنا متأكد أنه في المباريات المقبلة سيعود إلى الواجهة. رغم ذلك بأقل مجهود منح التعادل ونقطة غالية كثيرا للمنتخب المصري في آخر نقطة غالية يا أمين. والرأس الأخضر فاز اليوم على غانا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. خسروا مصر اسمح لي ما سجلش محمد صلاح وخسروا المنتخب المصري. اختلطت اوراق هذه المجموعه الان. المباراه الثانيه مصر صعب انا جاي بالهداوه